السلام عليكم ورحمة الله. أهلا بيكم في فيديو جديد. النهاردة معانا ركنة 3 قطع. الركنة ديت مقاسها 5 متر وفيها سريرين. النهاردة هوريكم الشغل أو بداية الشغل اللي بدأناه فيها، وفي الفيديوهات الجاية إن شاء الله هوريكم خطوات التنجيد، وفي فيديو منفصل عاملاه عن القماش، هتشوفوا نوع القماش ولونه. وتعالوا اوريكم الركنه بتاعتنا والمكونات بتاعتها او الخشب بتاعها. ده كده جزء من الثلاث قطع. ده الشازلونج بتاع الركنه. الخشب بتاعنا خشب زان. الشازلونج طبعا بيبقى الظهر بتاعه كده زي ما انتم شايفين، مش كامل، يعني بيبقى فيه كده الجزء اللي هنا بيبقى مش كامل، ومع الدراع كمان مش موجود عشان يديني شكل في الركنه. وتعالوا نشوفوا باقي الركنه بتاعتنا. ده عندي كده الجزء التاني من الركنه، ودي الميكانيزمات بتاعت السرير. طبعا الجزء دوت كده هيبقى فيه سرير، وادي المكان بتاع السرير من هنا. ده اللي هيدخل فيه الدرج بتاع السرير. عندي ده كمان الجزء ده كمان هيبقى فيه سرير، وزي ما انتم شايفين الدراع عندنا هنا الدراع المربع العادي بيبقى عريض كده، وهنا بدأوا شد الاستك. اما دي بقى فدي الادراج بتاعت السرير، ودي لسه ما اتعملش فيها اي حاجه، زي ما انتم شوفوا خشب بس. ولسه في الفيديوهات الجايه ان شاء الله هوريكم خطوات الشغل فيها او خطوات التنجيد بتاعتها. وتابعونا وما تنسوش تعملوا لايك للفيديو واشتركوا في القناه.